تخيل معايا المشهد. مية بتتدفق فجأة على قرى ومزارع في مصر والسودان. الناس تفكرها أمطار زيادة أو فيضان عادي، لكن الحقيقة اللي حصل كان رسالة سياسية واضحة، مش مجرد فيضان. إثيوبيا فتحت بوابات سد النهضة في توقيت غريب جدا، مش موسم الفيضان الطبيعي، لكنهم فجأة ضخوا مئات الملايين من الأمطار المكعبة يوميا. السودان اتلخبط، سدودهم ما استحملتش وغرقت أراضي وبيوت. أما مصر الوضع كان مختلف. السد العالي استقبل المية كأنه بطن واسعة شايلة خير، وبحيرة ناصر حولت الأزمة لنعمة. الكهرباء عندنا وصلت لأعلى إنتاج من سنين، بينما سد النهضة نفسه التوربينات فيه اتقفلت والفضيحة بانت. لكن ليه إثيوبيا تعمل كده؟ هنا ندخل في الجزء الأخطر من القصة. رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بيحاول يبعت رسائل ويظهر إنه عنده أوراق ضغط، في نفس الوقت بيتحرك عسكريا حوالين السد وبيتكلم عن تحالفات مع روسيا وعن بناء أسطول بحري، رغم إن بلده ما عندهاش منفذ على البحر. والأغرب إنه بدأ يلمح لميناء عصب في إريتريا، وده معناه إن المنطقة كلها ممكن تشتعل. والسؤال، هل ده شغل إثيوبيا بس؟ لا، الإعلام الإسرائيلي نفسه اتكلم بصراحة. قنواتهم وصفت اللي حصل إنه بروفا لسلاح جديد، وكأنهم بيختبروا رد فعل مصر. ونتنياهو اللي بيظهر دايما كأنه صاحب الكلمة الأخيرة بيبعت رسالة غير مباشرة: خلوا بالكم، إحنا لسه ما وريناش كل اللي نقدر نعمله. الرسالة واضحة، إسرائيل بتحاول تلمح إن عندها أوراق ضغط على مصر، سواء من ملف سد النهضة أو من الجنوب أو حتى من تهديدات للسد العالي. لكن المشهد الحقيقي قال عكس كده. مصر أثبتت إنها مش بتخاف من أي اختبار. السد العالي واقف، أقوى من أي تهديد. المية اللي كان المفروض تبقى نقمة اتحولت لطاقة كهرباء وزيادة خير. اللي حصل مش مجرد فيضان، دي كانت مواجهة غير مباشرة، مصر من ناحية وإثيوبيا ومعاها نتنياهو من الناحية التانية. لكن النتيجة واضحة، اللعبة اتفتحت ومصر طلعت منها أقوى.